اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معكم سماح سرحان، ودي قناتي. لو أول مرة بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلوا كل وصفاتي، ومتبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. والنهارده هنعمل مع بعض القرص بالعجوة، قرص الأفران. قرص كده طرية ولذيذة وجميلة وحاجة كده بجد تحفة. طبعا تنفع بقى فطار، عشاء، تنفع بقى في المصايف. يعني حاجة كده جميلة ولذيذة وحاجة كده بجد تحفة. النهارده هنعمل بقى، يعني معايا دلوقتي كيلو من الدقيق. هحط عليه كوباية ونص من السمنة على زيت. يعني هحط كوباية من السمنة، معايا كوباية من نص كوباية من الزيت، ومعايا 3 معالق من السكر. حطيت عليهم كوباية من المية وكوباية لبن، وهدوب معاهم كيس خميرة. هدوبه كده علشان اختبر الخميرة بتاعتنا، اشوفها ان كانت كويسة ولا ايه. يعني اشوفها كويسة. هنزل بقى بكوباية اللبن اهيت. ده بقى كوبايه اللبن وكوبايه الميه، ده اللي انا هعجن بيهم الكيلو بتاعي. لو احتجت ان انا ازود ميه هزود، ما احتجتش خلاص. هو ده المقدار اللي هيعجن لي العجينه بتاعتي. طبعا بقى اللي وصل لحد كده يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت تشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلوا كل وصفاتي. تبخلوش عليا بكومنتاتكم الحلوه، عايزه تشجيعاتكم وكومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني. ودلوقتي زي ما انا قلت لكم كده، انا معايا كيلو بقى من الدقيق. هحط عليه معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الملح، وهحط عليه اللهم صل على النبي كمان كيس من الفانيليا. ديت بقى كانت رشه من الملح. هحط كيس بقى من الفانيليا علشان طبعا الفانيليا كده بتديها ريحه ونفس حلو. دي بقى معلقه من البيكنج باودر، يعني حاجه كده نص معلقه، ما تكتريش قوي لان طبعا بيبقى فيه خميره. البيكنج باودر بس عايزينه كده حاجه يفتح معانا العجينه وخلاص. طبعا انا بقول لكم ان انا حطيت معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج باودر. طبعا بقلب بقى الحاجات الجافه مع بعضها. وطبعا انا قلبت الخميره مع السكر مع اللبن مع الميه. وبعد كده هنزل بقى بكوبايه سمنه، كنت طبعا مسيحاها يعني فككاها كده، مش قدحاها، يا دوبك بس تفك. دي كوبايه سمنه بحالها. احط كمان نص كوبايه من الزيت، لان طبعا الزيت بيدي كده، يعني بيخلي القرص بتاعتنا يكون اللون بتاعها يكون واحد، وكمان يعني بيخليها حلوه كده ومخلي اللون بتاعها جميل. والسمنه بتطريها وبتديها طراوه كده وحلو. طبعا لو انت عندك بقى زبده ممكن تعملي زبده مع زيت، ممكن تعملي سمنه مع زيت زي ما انا عملت، ممكن تعمليها بسمنه خالص. يعني الحاجه يعني اللي ترتاحي فيها وترجعي. طبعا دي نص كوبايه الزيت اهيت اللي انا حطيتها في الاول. انا حطيت كوبايه من السمنه وحطيت نص كوبايه من الزيت. هفرك بقى الدقيق بتاعنا كله كده مع السمنه مع الزيت، وهفركه كله كويس كده. عايزه بقى يكون كل الدقيق كله يتغلب كده بالسمنه ومع الزيت، ونفركها كويس بالظبط كده مع بعض. طبعا انا بعجن بايد واحده وايد التانية بتصور، فطبعا يعني اعذروني لو التصوير مش مظبوط. بس انا بحاول على قد ما بقدر ان انا يعني اظبط الكاميرا على ايدي. وطبعا الطبق بقى بيروح وبيجي كده مضايقني، بس بحاول ان انا ايه، يعني اخلي الكاميرا على طول اكتر حاجه على على الطبق. طبعا بقى نزلت بشويه من الخليط اللي انا عاملاها معايا، اللي هو عباره عن ميه واللبن والخميره. هنزل بكمان شويه اهوت. طبعا انا ما بنزلش بيهم مره واحده، بنزل بيهم تدريجيا. يعني كل ما اقلب كده تقلبتين واحس ان العجينه لسه محتاجه انا بديلها.
طبعا هو المقدار اللي معايا ده يا دوبك هيكفي العجينه، مش هزود اكتر من كده. طبعا كل بقى دقيق وبيختلف عن التاني، فمعاكي ممكن دقيق ياخد سوائل اكتر وممكن دقيق ما ياخدش، فده بيبقى حسب الدقيق وحسب نوعيته. انا طبعا الدقيق اللي معايا ده يا دوبك هياخد السوائل اللي معايا دي. دول اخر حبه، هم بوريهم لكم ان دول اخر حبه، وهحطهم بقى والعجينه بتاعتي هتتلم وهتبقى زي الفل. طبعا احنا عايزينها بقى بالقوام ده، لا تكون بتلزق قوي ولا تكون ناشفه قوي، عايزينها كده عجينه تكون سلسه كده وحلوه، علشان طبعا تفرد معانا وتبقى حلوه. طبعا هي لسه كمان هتخمر وهترفع، فهتبقى يعني قوامها كده حلو وجميل. هسيبها بقى ترتاح شويه، وبعدين هنروح بقى ايه نجهز الحشوه بتاعتنا. طبعا انا بقول لكم دول اخر حاجه اهوت، انا خلصت اللي خدت الميه اللي كانت معايا كلها، يعني ما سبتش حاجه خالص منها وما زودتش حاجه غيرها. طبعا معايا بقى نص كيلو من العجوه، هحط عليه معلقتين من السمنه وهعجنهم كده مع بعضهم، بعد كده هكورهم لكور صغيره. انا بقولك بقى هعجنهم هرجع لكم تاني. بعد ما عجنتهم بقى بالسمنه كده هكورهم كور صغيره. طبعا اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يشتركوا في القناه ويفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي، وتبخلوش عليها بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. انا طبعا بقى خلصتهم هم وكورتهم، يعني الكرة كده قد البليه بتاعت قد البليه، مش كبيره قوي. وطبعا العجينه بتاعتنا خمرت اهيت وبقت حلوه. طبعا انا ما كنت لميتها وما وريتهاش لكم، هي لما بعد ما خمرت ما كنتش وريتها لكم. فهي دلوقتي خمرت اهيت، وهلمها بقى وهرجع اقطع منها كور صغيره، الكوره كده قد حجم السفنديه بالظبط. هكورها بقى بالشكل ده. هعمل معاكم كده 2 3، وبعد كده هرجع بقى اخلص بقيه الكميه بحالها وارجع لكم تاني. طبعا كله بايد واحده، وايد واحده ما تسقفش يا جماعه، بس اهو بنحاول نعمل على قد ما بنقدر. بكورها بقى كده، وبعد كده ايه هخلصها بقى كلها كور صغيره وهرجع لكم تاني. انا بقول لكم بقى ان انا هعملها بنفس الحجم ده، وبعد كده هخلص كل كميه وارجع لكم تاني. طبعا ده بقى الكميه بحالها اهيت، وطبعا رفع وخمر وبقى زي الفل، يعني من دلوقتي عايز التبطيط على طول. طبعا بقى بجيب كل كرة منهم افردها وبحط في قلبها كرة من العجوة، المها بقى بايدي بالشكل ده، وبعد كده بكورها تاني على الطبلية كده واكورها. هعمل معاكم بقى 2 او 3 كده، بعد كده هوريكم انا هعمل فيها ايه تاني. طبعا اللي بكورها بركنها ترتاح لحد ما بعمل غيرها. هعمل معاكم 2 3 كده، وبعد كده هبططها كلها افردها وهرجع احطهم في الصاجات بتاعتنا. حاجة كده بمنتهى السهولة، وحاجة بلذيذة، وحاجة تحفة يا جماعة بجد، شوية قرص يعني يستاهلوا بقكم كده، حاجة بجد تحفة. هعمل واحدة كمان معاكم اهوت، وبعد كده بقى انا هخلص بقية الكمية وبططهم كلهم وهرجع لكم تاني.
انا بقى بقول لكم هعملهم كلهم بنفس الشكل ده، وهرجع ابططهم بقى واوريكم. طبعا بقى بعد ما بططتهم بجيب بقى السكينه كده او اي حاجه عندك، وتشرطيها شرطتين كده علشان تديكي نفس الشكل القرصه اللي احنا بنشتريها من المحلات. يعني حاجه سهله وبسيطه خالص. ارصهم بقى في السجات، اسيبهم يخمروا خالص براحتهم وياخدوا راحتهم خالص في الخمر. يعني ما تستعجليش عليهم وتسيبهم لما يخمروا خالص. وبعد كده بقى هندخلهم الفرن. طبعا الصاجه بتاعتنا مش صاجه وحشه ولا حاجه، الصاجه بتاعتنا نظيفه يا جماعه وزي الفل. بس دي حاجات كده بحاولت ان انا اطلع فيها، مهما اغسلها ما بتطلعش. لكن الصاجه بتاعتنا جميله ونظيفه. طبعا بقى هخلص جميع الكميه بحالها وارجع لكم. دلوقتي بقى انا خلصت كل الكميه ورصيتها في السجاد بالشكل دوت. هاخدها بقى على الفرن بتاعنا، اللي هو الفرن بنعمل الفرن اللي شغال بالغاز، اللي هو فرن الانبوبه. هنحمل الفرن بتاعنا، هنخلي الفرن بتاعنا يكون حامي. وهندخلها بقى ونولع لها من تحت. اول ما القرص بتاعتنا تاخد تحميره من تحت، هنكون نولع الشوايات من فوق، نديها بقى التحميره الجميله ديت. شايفين بقى طالعين كله اللون موحد وجميل وتحفه، والقرص بتاعتنا طريه وهشه وجميله يا جماعه بجد. شويه قرص كده يستاهلوا بقكم، حاجه بجد تحفه. يعني حاجه بقول لك كده فاخر من الاخر، جميله طريه لذيذه زي اللي احنا بنشتريها من الافران بالظبط بقى، ولا نشتري ولا يعني انت عارفين ان الشراء غالي والحاجة غالية. فاحنا بكيلو دقيق عملنا كمية حلوة كبيرة. انت لو هتشتري الكمية دي من الفرن هتشتريها بمبلغ وقدره يعني. فبكيلو دقيق واحد عملنا حوالي عن 35 قرصة او 40 قرصة. انا مش فاكرة بالظبط، بس ما شاء الله كتيرة وحلوة وطرية وطعمها تحفة وريحتها جميلة. يعني بجد شوية قرص فاخر من الاخر. اتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. متنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.